جميل جدا يا كابتن، يا كابتن خالد، انت ممتاز. بس معلش، هو سؤال واحد بس، معلش استحملني يعني. باشا، هو اي اشمعنى وخلاص؟ يعني انت جاي في اي اشمعنى؟ عقد زيزو والمبلغ الخرافي اللي كان مكتوب في العقد، وان زيزو بياخد مبلغ انت فاهم جبار كده، غير طبعا المكافآت والكلام ده. اتسرب بقى على السوشيال ميديا بطريقة رهيبة، يعني اتسرب يا باشا، وتعليقات الناس كانت كتير بقى، وإهدار مال عام وبتاع والكلام ده. حلو جدا، جميل جدا. حضرتك طالع توضح حاجة تخص العقد ده، صح؟ مظبوط. سواء تهاجم أو تدعم، أيا كان. ايه دخل النادي الأهلي في قصتك؟ ايه دخل النادي الأهلي في قصتك؟ معلش يعني. هنفترض افتراض بسيط جدا. انت ما اتكلمتش على عقد زيزو، خلي بالك يعني. بس هنفترض افتراض بسيط جدا، ان النادي الاهلي في صفقة القندوز وصفقات كتيرة جدا اتضربت، يعني ان ده اهدار من عام. تمام، انا معاك. قشطة. تمام. يبقى اشمعنى بقى والسلام يعني الاهلي بيهدر المال العام، صح؟ دي بقى انا مهدروش. يعني مبدأك ايه؟ ملكتك فين؟ امسكك من انهي اتجاه؟ اشوفك من انهي زاوية؟ والله بجد. طب انت ليه ما اتكلمتش على عقد زيزو؟ ليه ما اتكلمتش على الرقم ده؟ انت بتتكلم على لعيبه الاهلي جايبها، والاهلي هو بيعمل كذا 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 كذا. ليه ما بتسلطوش الضوء عليه؟ تمام، ايوه، هو نادي الدوله. حضرتك انت ايه رايك في عقد زيزو برضه؟ معلش، ما انت ما اتكلمتش عنه اصلا. انت ما اتكلمتش عنه اصلا خالص. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، اوضح لك حاجه بسيطه على قد فهم البسيط، معلش. النادي الاهلي موارده بسم الله ما شاء الله، اللي بيدخل له الدخل بتاعه بسم الله ما شاء الله، اللهم لا حسد يعني. تمام. فوضعه يسمح له يا باشا ان هو يعمل اللي هو عايزه، يجيب صفقات بمبالغ عالية جدا، تطلع بقى مضروبة مش مضروبة، مش قصتك. مش قصتك. في ناس تحاسب الاهلي على الكلام ده، انما دي مش قصتك انت. انت بقى يا زمالك، انت بقى معلش، تعمل عقود بالارقام دي ازاي وانت مفيش؟ ما دي قصتك انت، اللي انت ما اتكلمتش فيها اصلا. سامحني يا كابتن.